أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في أفكار كتاب مهم، هو المرحلة الملكية للدكتور خالد المنيف. الكتاب ده بيتوصف إنه زي دليل عشان نوصل لمستوى أعلى كده من النضج ومن التحكم في النفس، أو زي ما بيقولوا ملكية التعامل مع الحياة. فعلا هو كتاب لافت للنظر، بيقدم رؤية لفكرة المرحلة الملكية. والأهم إنه بيوضح إنها مش مجرد سن بنوصل له، لا خالص، هي حالة، يعني حالة ذهنية ونفسية أكتر. حالة ذهنية زي إيه بالظبط؟ زي الهدوء الداخلي، القوة اللي جاية من جوه مش من بره، يعني مش من الظروف أو الناس. تمام. طب إيه بقى اللي بيميز الشخص اللي فعلا وصل للحالة دي؟ يعني إيه علاماته؟ هل هو بس شخص هادي وخلاص؟ عشان ساعات بنحس إن الهدوء ده ممكن يبقى لا مبالاة. لا لا، هو سؤال مهم ده. هي مش لا مبالاة خالص، ممكن نقول إنها انتقائية في الاهتمام. أهم حاجة إن الشخص ده ما بيشغلش باله بصغائر الأمور قوي، يعني مش كل حاجة صغيرة توتره أو تضايقه. وكمان نقطة مهمة، ما بيقارنش نفسه بالآخرين بشكل مرضي كده، اللي هو يبص لده وده، لا، بيكون تركيزه أكتر على نفسه، على نفسه إزاي؟ على قيمته هو ومبادئه، مش المظاهر والشكليات. وكمان بيتعلم ما يبالغش في ردود أفعاله، مش إنه ما بيحسش، لا طبعا، بس بيقدر يتحكم في انفعالاته أكتر، يختار رد الفعل المناسب بدل ما يبقى رد فعل تلقائي وخلاص. يعني بيختار معاركه لو هنقولها كده. يعني نقدر نقول إنها مرحلة اختيار السلام بوعي، مش بس كبر دماغك كده وخلاص. لأ، ده قرار واعي بتوجيه طاقتك للي يستاهل. زي ما الكتاب بيقول كده إن الواحد ما يتورطش في معارك تافهة بتستنزفه على الفاضي. بالظبط كده. وجزء أساسي قوي من ده هو إنه بيتحرر من فكرة إن السعادة أو الرضا لازم يجوا من بره، سواء بقى ظروف مثالية أو أشخاص تانيين. لا، هو هنا بيدرك إن الألم ده جزء طبيعي من الحياة. تمام. بس الأهم إنه بيكتسب المهارة إنه يتعامل مع الألم ده ويتجاوزه بدل ما يفضل غرقان فيه. مفهوم. بس الحياة الواقعية بقى مليانة ضغوط حقيقية، يعني مشاكل مش سهل نتجاهلها. الكتاب بيقدم حاجة عملية تساعدنا نتعامل مع الضغوط دي ونوصل للرضا ده. أكيد. هو الكتاب بيركز قوي على تغيير الزاوية اللي بنبص بيها للأمور، يعني بدل ما نفضل مركزين على المشكلة نفسها، نركز على الحلول الممكنة وعلى رد فعلنا إحنا تجاه المشكلة دي. إزاي بقى؟ في كذا فكرة عملية. أولاً، إننا نتحمل مسؤولية مشاعرنا وردود أفعالنا. دي نقطة قوة على فكرة، مش ضعف. يعني بتدي إحساس بالتحكم. بدل ما نقول فلان ضايقني، نبقى فاهمين إن إحنا اللي سمحنا للمضايقة دي تسيطر، أو إحنا اللي اخترنا رد فعل معين. صح. تانياً، ممارسة الامتنان بشكل واعي ويومي، مش كلمة الحمد لله وخلاص، لأ، نركز فعلاً على النعم اللي عندنا حتى لو صغيرة. ده بيغير كيمياء المخ وبيحول تركيزنا من اللي ناقص للي موجود. دي حقيقة. ثالثاً، نحط توقعات واقعية من نفسنا ومن الناس، لأن جزء كبير من إحباطنا بيجي من توقعات خيالية أصلاً. وأخيراً بقى، نفهم إن الرضا الحقيقي ده جاي من جوانا، من طريقة تفكيرنا وقناعاتنا، مش بس من الممتلكات أو الإنجازات. بس فكرة تقبل الألم أو الصعوبات دي مش ممكن تخلي الواحد سلبي شوية؟ يعني يستسلم للظروف؟ فين التوازن؟ بصي، القبول هنا مش معناها استسلام أو إننا منعملش حاجة، لأ، معناه نقبل واقع الموقف زي ما هو دلوقتي، من غير مقاومة ذهنية تستهلك طاقتنا على الفاضي. القبول ده بيخلينا نشوف أوضح ونوجه طاقتنا للتغيير لو ممكن، أو للتكيف لو التغيير مش في إيدينا. بنقبل التحدي، لكن مش بالضرورة بنقبل النتيجة السلبية كأنها خلاص قدر محتوم. فهمت. ومن ضمن الأدوات اللي الكتاب بيقدمها في نظرية بسيطة اسمها ABC، شكلها أساسية قوي. إيه اللي بيخليها مؤثرة كده؟ قوتها في بساطتها، وإنها بتكشف لنا لعبة العقل دي. هي بتقول إن اللي بيسبب مشاعرنا أو سلوكياتنا C consequences، مش الهدف نفسه A activating event بشكل مباشر، لأ، في حاجة أهم بتحصل في النص، طريقة تفسيرنا ومعتقداتنا عن الحدث ده B beliefs. إزاي؟ يعني مثلا لو حصل موقف A، زي إن مديرك انتقدك، مش الانتقاد نفسه هو اللي هيسبب لك إحباط سي، لا، اللي هيحدد شعورك هو تفسيرك للموقف ده البي بتاعتك. ممكن تفكر أنا أكيد فاشل بي، فالنتيجة سي هتكون إحباط. أو ممكن تفكر دي فرصة أتعلم وأحسن من نفسي بي، فالنتيجة سي هتكون تحفيز. البي دي هي المفتاح، هي اللي في إيدينا نغيرها. ياه، دي فعلا بتغير المنظور كله.
يعني إحنا مش مجرد ضحايا للأحداث، إحنا بنشارك في صنع رد فعلنا بأفكارنا بالبي دي. بس تغيير المعتقدات دي خصوصا اللي بقالها كتير جوانا مش حاجة سهلة أبدا. هل الكتاب بيقول نعمل إيه عشان نغير البي دي؟ هو بيركز أكتر على أهمية إننا نوعى بالبي دي أصلاً. يعني مجرد إنك تدركي إن أفكارك هي اللي بتأثر على مشاعرك، ده في حد ذاته بداية تغيير ضخمة. تغيير المعتقدات العميقة نفسها ده رحلة بتحتاج ممارسة وتدريب، زي إننا نسأل نفسنا دايماً: هل الفكرة السلبية دي حقيقية فعلاً؟ طب هي مفيدة ليا؟ إيه الدليل عليها وعكسها؟ ونبدأ شوية بشوية نستبدلها بأفكار واقعية وإيجابية أكتر. عملية مستمرة يعني. تمام. وده بيوصلنا لآخر نقطة مهمة قوي بيأكد عليها الكتاب: قوة التفاؤل. بس مش التفاؤل الساذج بتاع الأحلام الوردية، لا، التفاؤل الواقعي كاختيار ومنهج حياة. اختيار؟ أيوة، كأنه عدسة بنختار نبص بيها على الدنيا، عدسة بتساعدنا نشوف الفرص حتى وسط المشاكل والتحديات. ده اختيار واعي بيأثر مباشرة على البي بتاعتنا وبالتالي على السي. يعني التفاؤل ده مش مجرد إحساس حلو وخلاص، لا ده أداة عملية بتساعدنا نتعامل مع الصعب بشكل أحسن. بالظبط، بدل ما نستسلم للقلق والشكوى بنوجه طاقتنا إننا ندور على حلول أو حتى جوانب إيجابية بسيطة. التفاؤل بيغذي المرونة النفسية والقدرة على حل المشكلات، وبيحافظ على طاقتنا الإيجابية. ده استثمار في صحتنا النفسية. يبقى لو حبينا نلخص رحلتنا السريعة دي في المرحلة الملكية، نقدر نقول إنها مش مرحلة سحرية كده بنوصل لها وخلاص، لا دي نتاج شغل وتدريب للذات. محتاجة نفهم نفسنا والحياة بشكل أعمق شوية، ونتحكم في ردود أفعالنا عن طريق تغيير تفكيرنا، ونختار التفاؤل. بالظبط. وأهم خلاصة ممكن نطلع بيها هي إننا ندرك حجم القوة اللي جوانا في تغيير تجربتنا الداخلية. كتير قوي من المعارك والضغوط اللي بنحس بيها كل يوم دي ممكن حدتها تقل أو حتى تختفي لو بس غيرنا طريقة تفكيرنا وتفسيرنا للأمور. مش كل حاجة بتحصل تستاهل كل الزعل ده. ونختم بقى بسؤال يمكن يخلينا نفكر شوية. لو كانت طريقة تفسيرنا للأحداث البي بتاعتنا دي هي اللي بتشكل واقعنا ومشاعرنا أكتر من الأحداث نفسها، ده معناه إن جزء كبير من معاناتنا اليومية ممكن يكون بإيدينا إحنا؟ والأهم، إيه أول خطوة صغيرة ممكن نعملها النهاردة عشان نبدأ نستخدم القوة دي لصالحنا؟ فكرة تستحق التفكير فعلا.